وكنت طالع لغالي وغالية يا جماعة. بالمناسبة أنا سميتهم غالي وغالية، وقلت اما اطلع بص عليهم بصة كده واشوف الجو. وبص لقيت جدي واقف جوه ولقيته بيسترقب ورايح فين؟ رايح عند الحمام عند غالي وغالية. فبصيت كده قلت ربنا يستر، يا ترى الراجل ده يعمل ايه؟ وقعدت اكلم في نفسي كده الراجل ده بيفكر في ايه وانا عملت له كل ده وانا عشان يمرمطني كده. ولقيته قاعد بيشيل حاجة وبيحط في حاجات وقاعد بيلبخ وانا مش عارف اعمل له ايه، وانا قاعد بكلم في نفسي وخايف ادخل اكلمه لان ما ينفعش، لان برضه جدي ما ينفعش اجي عليه. وقعد يلبخ ويعمل ولقيته بيلف كده. قلت اما اتدارى بدل ما يقول لي حاجة او يضربني. قمت متدري في ساعتها لقيته خارج وقعد بيكلم في نفسه كده وقعد بيخطط، مش عارف بيخطط لي في ايه، ما اعرفش انا عملت له ايه الكل دون. ولقيته رايح يقف في الشباك عشان يتفرج على جارتن سيتي من فوق. قلت الراجل دون مجنون ولا الراجل ده في ايه ولا هو عايز مني ايه بالظبط. قلت اما ادخل اشوف غالي وغالي عامل فيهم ايه، لان انا قلقان عليهم قوي ومش عارف اتصرف معاه ازاي او اعمل له ايه. ببص شيل الاكل من عند الحمام ولقيته مش مظبط كده وقاعد يعمل حاجه. قعدت ابص لقيت الحمام تمام. قلت له انت تمام يا ابني؟ انت تمام يا بنتي؟ قالوا لي تمام. قلت لهم طب كويس. قلت والله لازم اخبطه بالفخار. ورجعت قلت لا احنا داخلين على شهر كريم يا خليل وما تزعلش حد منك، انا اروح اكلمه بالذوق عشان ما مرمطوش تاني، عشان ما عادش عنده مرار لاقي حاجه من دي. وببص لقيته ببص يا جماعه عنده عرح على غرز الدين والتاني جايب ام الرزق. كنت واقف متصلب في مكاني. ايه انت بتعمل فيلا كده؟ انت ليه بتشيل الاكل من عند غالي وغالي؟ ليه انت بتيجي عليهم؟ ليه؟ مع عركتك معايا يعني مش معاهم هم، فانت ما عادش ليك دعوه بهم ولا قعدت تقرب له. وانا بحذرك عشان لو حاجه زي دي اتكررت تاني انت حر بقى. يا فقر يا ابن الفقرين. اجري يا مجدي.